الحبايب اللي موجودين معانا بقى النهارده نتابع معاكم بفيديو جديد كده. آه، طبعا انا جايب معايا بلاستر علشان انا هستخدمه برضه، وجايب معايا مقص عشان برضه كان هستخدمها في اكياس في حاجات الوقتي. والحبايب اللي بيشوفونا وبيتابعونا على اليوتيوب على قناة الشاعر السيد الطيب، يا ريت محدش ينسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. احنا مع بعض كده هنعمل حاجة بس كده، هناخد مقاسات اكياس ونقص ونعمل حاجات كده عشان هنحتاج الوقت اكياس كتيرة. دي طبعا الاكياس اللي انا هستخدمها. واهم حاجة يا جماعة وانت شغال، اهم حاجة يعني قبل كل حاجة لازم تكون ديت فريح منك. كاسة شاي، دي كاسة شاي يا جماعة هي اللي نشربها لو عاوز حد يفكر مثلا بن او حاجة زي دي. ويا ريت اللي بيشوفونا على الصفحة يتابعونا بالاشتراك كده وتفعيل الجرس والقناة، ومحدش ينسى الاشتراكات. بالنسبة لصفحتي اللي على التيك توك، في ناس واخدين صور من عندي من على الصفحة وعاملين باسم صفحتهم الساد رقم واحد والساد أكشن وحاجات من دي. أنا مش عايز حد من اللي بيشوفني يروح يعمل لهم متابعات ولا يعمل لهم أي حاجة يا جماعة. أنا صفحتي الرئيسية باللينك بتاعي اللي على التيك توك الشاعر الساد الطيب، معايا طبعا الباسورد بتاعهم، معايا كل حاجة الخاصية بتاعتي أنا. محدش يخش على صفحة أي حد يشوف صورتي عليها. أنا صفحتي الرئيسية اللي موجودة اللي حاليا فيها 2799 متابعين. أنا عامل الصفحة جديدة على التيك توك، يعني محدش يشوف صفحة غير بتاعتي ويروح يدي عليها لايكات أو إعجابات، أو حد يشوف صورتي ويروح يعمل كذا عليها. أنا صفحتي الرئيسية يا جماعة الشعر السيد الطيب، اللينك بتاعي هناك محطوط وكل حاجة هناك محطوطة. طبعا أنا رايح بقى اللي بجيب الكاس الشفافة دي برضه هستخدمها. أنا حاليا في شقة أخويا الكبير، ربنا يحفظه يا رب ويبارك لنا في عمره دوت، يعني هو أبويا وكل حاجة ده يا جماعة. طبعا مع بعض هناخد المحاسبات بقى كده يوم نبص مع بعض. يلا كده بقى نتابع مع بعض يا جماعة، وإن شاء الله هنبص مع بعض كده ونروج الدنيا سوا. طبعا أنا هبدأ بالكيس الكبير دوت، ده أول حاجة. الكيس دي يا جماعة يعني دي مثلا يتحط بطاطين يتحط أي حاجة أو كده، بس عشان أنا هستخدمها على حاجة تانية مش عايز إن هو يتلحوس ولا يتبهدل. لازم يكون معاك المقص عشان تعرف تطلع في الحاجة اللي أنت شغال بيها. وبالنسبة للناس اللي كانت بتقول اللي الطب يا عم ده خد فلوس من التيك توك وقبض، أنا والله ما خدت حاجة يا جماعة. كل اللي بيقول لي ده المال محفظة دولارات ولا مش عارف مالها فلوس مصرية، يعني حلت يا جماعة يعني بالكتير خالص. هي يعني الحمد لله على نعمة، 50 جنيه بس اللي معايا. ال 50 جنيه دول طبعا دي النهارده ما بتعملش أي حاجة خالص، ولا ال 100 جنيه. يا دوبك ال 100 جنيه بتجيب بيها كيلو السمك وبتحط عليها كمان علشان تجيب كيلو سمك مش أكتر. دي 50 جنيه يا جماعة كل اللي حلت في المحفظة. بس الحمد لله يعني مسطورة يعني مش أكتر. لكن في ناس بتقول لك ده بياخد دولارات، انا لسه ما قبضتش يا جماعه، والله لسه ما قبضت. وبعدين انا لما اجي اقبض ولا افعل قناتي ان شاء الله اوصل بيكم، انا مش هسيب حد، احنا مع بعض. واللي عايز يعمل صفحه او اللي عايز يعمل اي حاجه خاصه ليه انا موجود، انا سداد. انا ما باخدش فلوس من حد، مثلا لو واحد قال لي ارفع لي قناه يا طيب انا ما باخدش فلوس من حد. بس كل اللي انا بعمله بستخدم صوره البطاقه بتاعتي، بسجل ببطاقتي هو وبرقم تليفونه الخاص، علشان يجي على رسائل جوجل كروم كده يجي باسورد بتاعه او يجي الحاجات الخاصة اللي هتكون تبعي يعني. بس اهم حاجة يحتفظ بكل حاجة وما يوريهاش لحد. وغير كده كمان لازم يكون معاك فيزا بنك مصر، بس اللي يروح يعملها ما يقولش انا لاقي قناة على اليوتيوب. بعد احنا بقى مع بعض اهوت جايبين الكيس طبعا، جايبين الكيس مع بعض اهو.
يا ريت كل يا جماعة نفعل القناة كده وتفعيل الجرس. طبعا بنبص طبعا اهوت الاول المجس اللي بيكون في ايدك عشان تعرف تتملك الحاجه اللي انت بتقطع بيها. طبعا ما ينفعش تقطع كيس كده في ايدك وخلاص مش هيظبط الكيس، يعني بسم الله ما شاء الله يجيب معاك لو ايه حد اهوت يا جماعه عشان يتفرد معاك بسهوله كده تستخدم. ولازم تبقى تمشي على الخط اللي هو الحز بتاع الكيس ذات نفسه، مش ان انت تمشي عكس، لا لازم نخلي الكيس يبقى مستقيم وانت بتقص عشان يظبط معاك في الحاجه اللي انت بتستخدمها. كل حاجه بنظام، مفيش حاجه سهله يا جماعه. لازم اهم حاجه طبعا كوبايه الشاي، كاسه الشاي دي بالدنيا بحل، اشرب حضرت يا ابن انا جاي. شويه الشاي دول بالدنيا بحل، يعني هم صح معمولين على شويه الغاز بس لازم اللي يكون عاملهم يكون ظابط دماغه بيه. طبعا الغساله دوت كده اهوت ادي نص وادي نص كمان اهو. طبعا دي المقص اللي احنا بنبوس بيه. رجليك جد الهرم ومن يمنى مع تخفيه، ولاد وصلوا كرم ومن بيتكوا شبعانين. اصحى صاحب الرجوله في الدم مش في الجيب، مش كل من قال كلام جد ولا كل من طلع جبل هد. عيش برجوله لك مبدا يوم جسمك يعيش اسمك، بلسانك تسوق بشريه وبايدك تسوق عربيه. يبقى كانت يا جماعه الكيس ده المفروض كده عشان اخد المقاس اللي انا عايزه منه واحافظ على النص التاني، مش ان انا ابوس كده وخلاص وارمي. حبايبي اللي موجودين اعد حساباتك، ومحدش يستعجل يا جماعه في صفحه اليوتيوب. تلاقي السلم مش درجه واحده، يعني انت خلاص عملت الصفحه تقبض تاني يوم، لا لازم يكون تعدي ال 4000 ساعه وتعدي المشاهدات، ولازم يكون في لايكات كتير، وعدد اليوتيوب برضه لازم يكون على الاقل حاجه عشان تفتح لايفات يكون معاك 100 مشترك. يعني لازم كل حاجه تحطها انت بنفسك، ما تطلبش حاجه من حد، محدش بيساعد حد. اللي يقول لك انا بساعد بيضحك عليك، واللي يقول لك حول لي فلوس وانا هفعل لك القناه برضه بيضحك عليك. في ناس صدقت وفي ناس وسخه ما بتصدقش، ما تصدقهمش. يعني مش كل الشركات زي بعضها. انا مسجل صفحه اليوتيوب بنفسي انا، ما رحتش لحد عملها لي علشان ما حدش يقول مين اللي مسجل لك يا طيب او مين اللي كذب. انا مسجل انا من على جوجل كروم، صفحتي الرئيسيه انا الشاعر السيد الطيب، انا عاملها البطاقه، مسجل اسمي بطاقتي، وطالب مني التاريخ الميلاد حطيته، وطالب مني شويه حاجات كده عملتهم، واللهم صل على النبي، وسجلت برقم تليفوني. مسافه مديت لجوجل كروم التسجيل وماشي صح، لقيت في رساله اجت على من جوجل كروم، من جوجل كروم عندي على التليفون. طبعا ما ينفعش اقول الباسورد ولا اقول الكلام ده، يعني عامه يعني مسجل بجزء ارقام مش بواحد بس، والباسورد بتاعي بيجي في ساعتها، بس لازم تكون انت محتفظ بيه العمر كله علشان هتحتاجه. ممكن التليفون يبوظ معاك، ممكن التليفون لا قدر الله يرجع منك، وما تفتحش صفحتك على اليوتيوب وانت سايبها على الاجهزه. ممكن حد يقول لك هات المشاف الصفحه وينقل من عليها بيانات او ينقل من عليها حاجه يدمرها لك، انت ساعتها الصفحه تقف. انا عمال بتكلم للناس اللي لسه عايزين يسجلوا صفحه. انا عامل الصفحه بتاعتي يا جماعه منزل عليها فيديو جاب يعني ما كملش يوم جاب 12000 مشاهده، دي في ثانيه بس. يعني الحمد لله نعمه وفضل من عند ربنا والحبايب كتير. طبعا بعد ما غسلنا رمينا اللي احنا مش عايزينها في جنب، ودي كمان الحته من دي يا جماعه بتكفي، دي معموله ميجوز، دي معموله ميجوز مش حته واحده بس فرضانيه، لا دي طبعا بقت بعد ما خلصنا. الحبايب اللي موجودين معانا بالنسبه للحاجات اللي انا قصيتها دي كلها والمقاسات اللي انا قصيتها ديت يا جماعه بالنظر دي مطلوبه مني، بس بسم الله ما شاء الله يعني انا شغل نظيف من الاخر. يعني بشتغل بضمير، الله الوكيل، يعني بصراحه بشتغل بضمير. وبعدين يا ريت اللي بيشوفنا على اليوتيوب محدش ينسى الاشتراك وتفعيل القناه. ان شاء الله هوصل بيكم، وانتظروا كمان الفيديوهات اللي جايه هتكون احلى من اللي عدى.
انتظرونا قريب ان شاء الله. انا شغال لسه يا جماعه والله، بس انا موقف بس التليفون شويه كده. الحبايب اللي موجودين دلوقتي يا جماعه، عشان ايه الكيس دوت خساره يترجل. هو سليم، انا اطلع منه حته بقى للسخان اغلفه بيها بدل ما يترمي خساره. يا ريت اللي بيشوفنا في الفيديوهات بتاعتنا ما ينساش الاشتراك عندي في القناه وتفعيل الجرس. دي يا جماعه انا هحتاجها برضه، مش هتترمي، انا هحتاج اغلف بقى حنفيات، اغلف بقى اي حاجه. حبايبي اللي موجودين معايا دي بقى هغلف بقى يا جماعه، وراجعين لكم تاني. الحبايب بقت نعم. ماشي حاضر. اختي يا جماعه بس بتنادي، هشوفها عايزه ايه. يعني عموما خلصت كل حاجه والحمد لله. يعني الاكياس اللي انا قصيتها كفت معايا يعني. يا ريت محدش بقى ينسى التفاعل في القناة واشتراك لنا كده حلو ولايك منكم جميل. انا هقفل بقى الفيديو علشان انزل بقى اشتغل تحت مع اختي بتنادى عليا يا جماعة. شكرا.